بدا لافتا في الخطاب الملكي بمناسبة ذكرى عيد العرش تجديد الملك محمد السادس التأكيد على مسألة ربط المسؤولية بالمحاسبة، الأمر الذي يمثل إشارة دالة من أعلى سلطة في البلاد على أن ورش محاربة الفساد سيمضي إلى أبعد الحدود. وأخذ الملك محمد السادس حيزا مهما من الخطاب للحديث عن الجدية في الحياة السياسية والإدارية والقضائية من خلال خدمة المواطن واختيار الكفاءات المؤهلة وتغليب المصالح العليا للوطن. وقال أيضا في خطابه الذي يشكل توجيها للسياسات العمومية بالمملكة أن الجدية التي يريدها الملك تعني أيضا الفاعلين الاقتصاديين وقطاع الاستثمار والإنتاج والأعمال، مشددا على أن الجدية كمنهج متكامل تقتضي ربط ممارسة المسؤولية بالمحاسبة وإشاعة قيم الحكامة والعمل والاستحقاق وتكافؤ الفرص. ويبدو أن هذه الإشارات الواضحة في خطاب العرش ستزيد من تعميق المخاوف داخل الأوساط الإدارية والسياسية والاقتصادية التي تحوم حولها الشكوك والشبهات، التورط في الفساد الإداري والمالي، والتي دخلت في حالة من الترقب منذ فتح مسلسل المتابعات في حق عدد من السياسيين وعزل رؤساء جماعات بسبب اختلالات مالية وتدبيرية.